فيروس بيصيب 80% من الستات، وملوش دعوة لا بتربية ولا بشطارة. كل يوم بتصحى ست تقول أنا مربية بنتي، مستحيل. والدكتور بيرد الموضوع ملوش علاقة بالتربية يا مدام، إحنا بنتكلم عن فيروس الورم الحليمي البشري HPV. فيروس بينتقل بالعلاقات، التلامس، وأحياناً حتى من غير علاقة كاملة، وللأسف ممكن يسبب سرطان عنق الرحم بعد سنين من العدوى من غير ما تحسي بأي أعراض. بينتقل إزاي؟ العلاقة الزوجية حتى لو مش كاملة، تلامس الجلد في المناطق الحساسة، فتحات الشرج أو الفم، ممكن يعيش تحت الضوافر. في بعض الحالات الدخان اللي بيطلع من الليزر. حتى لو الشخص التاني ما عندوش أي أعراض، ممكن يكون حامل للفيروس وينقله. المشكلة مش مين جاب لمين، المشكلة هتعملي إيه لو لقيتي نفسك اتعرضتي ليه. أنواع الفيروس في أكتر من 200 نوع، بس في 15 نوع منهم رذلين، دول اللي ممكن يسببوا سرطان، لكن مش كلهم خطر، ومناعة الجسم ممكن تطردهم لو قوية. الأعراض مفيش أعراض 90% من الحالات. زوائد جلدية حوالين المهبل أو الشرج، حكة، حرقان، نزيف. بس أخطر الأنواع ممكن تبقى ساكنة من غير أي أعراض خالص. الوقاية: 1. تطعيم HPV. السن الذهبي من 9 إلى 14 سنة، بنت أو ولد، جرعتين كفاية وتحميه طول العمر. من 15 إلى 26 سنة 3 جرعات. من 26 إلى 45 ينفع برضو ولو اتجوزتي وخلفتي. التطعيم مش علاج، لكن بيمنع الإصابة بأنواع خطيرة، وملوش علاقة بالخصوبة ولا بيأثر على الهرمونات. 2. مسحة عنق الرحم. كل 3 سنوات من سن 21 بنكتشف أي تغيرات بدري. علاج مبكر يساوي شفاء 100%. 3. العلاقة الزوجية الآمنة. الواقي ممكن يقلل الإصابة، بس مش يمنعها 100%. تعدد العلاقات يساوي خطر مضاعف. حافظي على جسمك، مش كل حاجة اسمها نظافة تبقى مفيدة. زي 4. بلاش الغسول المهبلي. غسلتي الحرير بفرشة السجاد؟ هو ده بالظبط لما تستعملي غسول على منطقة رقيقة زي دي. بيقتل البكتيريا النافعة، بيخلي العدوى تدخل أسهل. مش نظافة، ده تخريب. 5. ختان الأولاد. الجلدة دي ممكن تخزن الفيروس. الختان يقلل فرص العدوى للطرفين. طيب لو جالي الفيروس؟ مفيش علاج مباشر للفيروس نفسه، بنعالج الأعراض زي الزوائد عن طريق الكريمات أو الكي البارد أو عن طريق ليزر الاستئصال. ولو في خلايا سرطانية، التدخل السريع ممكن ينقذ حياتك. أسئلة شائعة. سؤال: ليه أطعم بنتي وهي لسه صغيرة؟ الإجابة إن التطعيم عامل زي الطفاية اللي في المطبخ، بتحمي من نار ممكن تولع بعد سنين. سؤال: هل التطعيم بيجيب عقم؟ لا، ومش بيلعب في الهرمونات، ومنظمات الصحة العالمية كلها قالت كده. سؤال: ليه الفيروس خطير؟ لأنه مسؤول عن 95% من حالات سرطان عنق الرحم عالمياً. طيب، بالنسبة للليزر، مفيش دليل علمي قاطع إنه بينقله، بس بننصح بمكان نظيف أو بقطعتك الشخصية. الخلاصة: مش عيب ولا وصمة لو جالك الفيروس، مش كل أنواعه خطيرة، بس لازم تحمي نفسك. التطعيم زائد الكشف الدوري يساوي حماية ذهبية. صحتك مش رفاهية، دي أمانة عندك. شاركي المعلومة، يمكن تكوني سبب إن حد يطمن أو يكتشف بدري.